اليوم عندنا سوء الخاتمه وعقوق الوالدين. كاين رجال كيبانوا مزيانين في الشوفه وكيلبسوا مزيان وكيهضروا مزيان، ولكن في الكواليس كيكسبوا المال من حرام وكيوكل ولادو العافيه في البطون ديالهم، وملي كبروا وخرجوا تمره فاسده تيقول مال ولادي خرجوا ليا بحال هكا. كاين ناس كيعيشوا في الزنقه بحال هاد الحيطان، صامتين ولكن مليانين حكايات. هو كيضحك قدام ولادو وكيصرف عليهم من فلوس ماشي ديالو، ووسط الليل كيغرق في الكاس كيحاول ينسى راسو، ظاهر قوي وبالداخل مهزوم. شكون غادي يوقفو؟ كبر ولادو على نفس الطين اللي عجنوا بالحرام، ولاو كيتعاطاو المخدرات وكيعايروا في وجهه وكيتقاتلوا قدامه. كل نهار كان كيشوف فيهم عقاب الله سبحانه وتعالى ليه في الدنيا قبل الاخره. في النفس الاخير ليه في حياته قال الحرام ما كيكبرش الاولاد وكيهدم الدار حجره بحجره. مات هو بوحده من بعد ما كان طلق الزوجه ديالو بسبب المشاكل. مات والخمر في يدو، من شب على شيء شاب عليه. مات بلا ما يتوب الله سبحانه وتعالى. صحابه سالات هنا الام اللي كانت كتزيد الاب يدير هادشي كامل بسبب المتطلبات ديالها بدون ما تسولو من كان كيجيب الفلوس وهي فرحانه. اليوم اصبحت امراه عجوز وكتحكي لنا المعاناه ديالها مع اولادها. كتقول هزيتهم في البطن ديالي 9 اشهر وما عقلوش عليا في الكبر ديالي. مشات عاشت مع ولدها من الحب ديالها ليه ما فطماتوش حتى وصل 3 سنين، حتى ما بقاش باغي يرضع راسو. عطيته كل الحب والحنان، وملي وصل سن الزواج زوجته بواحد البنت بغيتها لي انا، وطلقها بعد 5 سنين. بعد ما ولدات ليه بنت وولد طلقها كيف ما كيقول ما قارياش وتزوج بوحده خدامه. الام كتقول ربيت ليه البنت والولد وكنت كنخدم على الزوجه ديالو حيت كانت كتمشي للخدمه وانا كنت راضيه بهذا الشيء. واحد شويه ما بقاتش كتبغي الماكله ديالي وكتقول راه الدار ولات موسخه بسببك وما كتنظف فيهاش. قالت غادي تجيب خدامه. ملي جابوا الخدامه استغناو على داكشي اللي كنت كندير، واللي الضيفه ثقيله عليهم. كنت كنسمعهم بالليل كيسكروا كيغنيو ورائحه الشراب والسجائر كتخرج من الغرفه ديالهم. خرجت عندي وهي سكرانه كتعايرني وكتقول لي ما تبقايش تهضري لي مع الخدامه ديالي، دخلي سوق راسك سيري تكمشي في بيتك. ولدي كان كيسمع ما كانش كيقدر يهضر معاها حيت كانت كتصرف عليه ولا ديرها بحال شي جفاف. بين قوسين الشباب الا كنتي بغيت تتزوج لبس قد كيواتيك. ولا ولدي ما كيهضرش معايا وخرجني من الغرفه اللي كانت داخل الدار وخرج لي حوايجي الغرفه ديال الخدامه اللي كانت برا. والخدامه دخلوها لبلاصتي قالوا لي راه كنحتاجوها بالليل. لا حول ولا قوه الا بالله. كتقول بالنسبه لي انا سالات حاجتهم فيا. كتقول تحملت هادشي كامل ورضيت وخبيت في قلبي واخا هادشي كامل كيبقى ولدي وكنبغيه. وواحد النهار كنت مشيت نشوف بنتي ورجعت للدار ديال ولدي. ملي بغيت ندخل الغرفه اللي كانت ديال الخدامه لقيت حوايجي وفراشي خرجوهم برا، ومشيت دقيت عليهم الباب باش نسولهم علاش حوايجي برا. وقالت لي مرت ولدي راه داك البيت بغيناه باش نديرو فيه شي حوايج قدام. وقالت ليهم الام مسكينه وانا فين غادي نمشي وفي هاد الليل. وقالت الزوجه سيري فين ما عجبك غير خرج علينا من الدار. كتقول الام والعجيب في هادشي ولدي وراها ما هضر حتى بكلمه. مشيت دقيت الباب ديال الجيران وكان البرد. حلات لي الجاره قلت ليها بغيت نبات عندكم هاد الليله وتعجبات ما عرفت ما نقول ليها وصارحتها وبدات كتبكي وهي ما مطيقاش. قلت ليها الصباح غادي نهضر مع بنتي غادي نهضر معاها باش ديني. قالت لي معليش دخلي الدار دارك. كتقول الام هضرت الصباح مع بنتي وقلت ليها شنو طرا وطلبت منها باش تجي ديني، ولكن قالت ليها سمحي لي يا امي راجلي ما بغاش تجي عندي. راجلها ما حملاش غير في داك اليومين اللي جلست عندها وبقى غير تعيش معاها العمر كامل وطفات عليا التليفون. يا الله على مرضى وخيبه امل. واش هاد النوع اللي قلبهم حجر باقيين عايشين معانا؟ الام كتقول بقيت كنبكي حتى الدموع نشفوا ليا من عيني. وجارتي ملي شافت هاد المنظر بدات كتبكي بلا ما تشعر. قالت ليها ما يبقاش فيك الحال ديريني بحال بنتك وهذه دارك وحنا عائلتك. واحد المحسن في الحي ديالنا ملي عرف القصه وفر ليا واحد السكنه قريبه واتوها ليها وقالوا ليها حنا مستعدين نخدموك من كبيرنا لصغيرنا. في هاد الحي كانوا ولاد الدرب كيزوروني وكيعاونوني في اي حاجه بغيتها الا ولدي.
ومرضت مرضى خايبه وداوني الجيران للسبيطار، كل شي زارني الا ولادي ما زاروني، ما سولوا فيا، وقلبي كيتقطع عليهم، وكندعي الله سبحانه وتعالى يسامحهم. يا الله. شفتي الحرام واكل الحرام والقلب اللي كيموت بالحرام ها كيفاش كيكون. قسما بمن قرن عبادته بالاحسان اليك لا يدفعن الثمن ولو بعد حين، والجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. فكن كما شئت، فكما تدين تدان، وشارك هذا الخير باش تنفع به الغير. والسلام عليكم ورحمة الله.